صباح الخير او مساء الخير حسب ما تسمعوني امتى. النهارده هنتكلم عن كليه يعني هي مش معروفه قوي، او ما يعني مش محطوط عليها السبوت لايت قوي. بس دي من اهم الكليات اللي موجوده، وانا شايفاها اصلا من احلى الكليات اللي موجوده. ليه بقول كده؟ لان هي فعلا 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 بتضم حاجات كتير قوي، مفتقدينها في فنون تطبيقيه وفي فنون جميله، اللي واخدين الصيت قوي او اللي واخدين السبوت لايت قوي. النهارده انا هاخدها من زاويه تانية خالص خالص، في غير بقى ان انا اقعد اقول كل حاجه بالتفصيل وبتاع. كل اللي انا هعمله الفيديو ده ان انا هوريها لكم بمنظور مختلف شويه، لان هي تستحق تتشاف. مش هقول لكم كلام نظري، انا عايزه احاول على قد ما اقدر او اوصل لكم وجهه نظر الناس اللي في تربيه فنيه اصلا، لان انا قعدت اشوف ناس كتير في تربيه فنيه واتكلم معاهم لحد ما وصلت التجربه دي، او شويه التجارب اللي انا عشتها معاهم. اول حاجه خالص، تربية فنية بتاخد من علمي وأدبي، ودي أحلى حاجة، إن هي أنت معاك في كله، علمي ماشي أدبي قشطة، الدنيا تمام معاك. تاني حاجة ودي أكتر حاجة مهمة، المجموع بتاعها السنة اللي فاتت خدت من 54 و27%. هي عبارة عن كام سنة؟ هي عبارة عن 5 سنين. الفرق بينها بقى وبين الكليات الفنية، وده اللي أنا عايزة أتكلم فيه، ان في تربيه فنيه بتاخد كل حاجه. التربيه الفنيه معروف عنها، او يعني الاشاعه اللي طالعه عنها، هو يعني مش اشاعه بس، يعني الحاجه اللي شايفينها وحشه معرفش ليه، ان هم اللي بيطلعوا منها مدرسين بس. لا، هو تربيه فنيه مش اللي بيطلعوا منها مدرسين بس، تربيه فنيه والميزه فيها ان هي يعني كمان عن فنون جميله شويه، ان هي شامله اقسام كتير بتاخدوها في نفس يعني في نفس ال5 سنين. يعني انتوا الدنيا عندكم متسيستمه ان انتوا كل الحاجات، النحت والخزف والاعمال الفنيه عامه والتصميم والديكور عامه، الحاجات دي كلها بتقدروا تشتغلوا فيها من تربيه فنيه. كل الاقسام اللي احنا متقسمه لنا مثلا في فنون تطبيقيه 14 قسم، لا هم بياخدوها كلها. فده كمان خلى حاجه كمان مهمه، ان انت عندك فكره ان انت عندك كم المعلومات دي بتدخل دماغك، ان ده برضو بيبقى متعب قوي، لان هم عندهم العمل كتير جدا 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 جدا. انت دلوقتي في قسم متخصص، انا في جرافيك مثلا، فانا تخصصي جرافيك، فمش هعمل مثلا حاجات ديكور، مش هعمل حاجات فاشون، مش هعمل حاجات تصميم صناعي، نحت وخزف وزجاج والحاجات دي كلها. لا، هم بقى متخصصين في ده، هم بيعملوا كل حاجه، كل حاجه ينفع يستخدموا لها ماتيريال بيجيبوها وبيعملوها. ودي من امتع الحاجات اللي انت لو بتحب تشتغل بايدك هتحبها جدا جدا جدا. هي عامه موجوده في حلوان والمنيا، وبتكون طبعا نقابتين، نقابه الفنانين التشكيليين، وبتبقى طبعا نقابه المعلمين، عشان كده بيقولوا ان هم بيبقوا مدرسين. بس على فكره هم لو مدرسين مش عيب يعني، على فكره. بس اللي اقصده ان هو مش ده بس، هم حشروها في الحته دي بس، لا هم بيقدروا يشتغلوا في اي حاجه عادي بعد كده. فاهمين اقصد ايه؟ هو الحلو في تربيه فنيه ان انت مجموعها قليل، اقل من فنون تطبيقيه وفنون جميله، فلو انتوا ما قدرتوش تجيبوا المجموع فهتبقى هي متاحه ليكم، فهتبقى جامده جدا الصراحه، لان هم بياخدوا بجد كل حاجه، بياخدوا نسيج وبياخدوا نجاره وبياخدوا طباعه وبياخدوا ديكور وفاشون والخزف والنحت والحاجات دي كلها بياخدوها. فبيبقى عندهم كم معلومات رهيبه رهيبه، وبس ما شاء الله مبدعين بجد. يعني انا عشان من حكم شغلي شفت ناس كتير قوي في تربيه فنيه، لا لوحهم والحاجات اللي بيعملوها انا ببقى مستغربه ان هم في تربيه فنيه، لان انا برضو وجهه نظري كانت متكونه على تربيه فنيه ان هي كليه مش يعني مش اللي مش في خيالي، مش زي فنون جميله. لا 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 لا، بجد ما شاء الله، اللي حابب الشغل ده وحابب التعب ده بيطلع حاجات فظيعه. بس هي بتاخد من ثانوي عام بس، مش ما بتاخدش من دبلوم صنايع والحاجات دي. بس انا ما حبيتش ارغي قوي في الفيديو ده، لان انا ما حبيتش يعني اوريكم تربيه فنيه غير يعني من زي ما الاغلب فاكرها. لا، انا حبيت امهد لكم بس الاول ان تربيه فنيه يا جماعه من الكليات المهمه، وانا اعرف من ناس من تربيه فنيه مبدعين فعلا، ودلوقتي شغالين شغل حلو قوي، وفي ناس منهم بيبقوا شغالين في صناعه الافلام وفي الاخراج وفي في ديكور. من كتر المعلومات اللي عندهم بيقدروا يشتغلوا في حاجات كتير. فاهمين اقصد؟ عارفين اللي هو ايه؟ عندهم 100 صنعه، فبيعرفوا يتخصصوا بقى في حاجه هم حابينها، فهم يعني ايه زي ما بيقولوا ايه، شافوا الدنيا كلها. يمكن العيب اللي انا شايفاه عيب هيبقى الناس، ولازم اقوله طبعا، بس هو ده مش عيب في تربيه فنيه، احنا دلوقتي العيب ده موجود في كل الكليات، وده بالمناسبه فيديو هعمله اصلا مخصوص. هو فكره ان انت الكليه مكلفه، انت بتحتاج ماتيريال كتير جدا جدا عشان تشتغل في الكليه. تربيه فنيه عشان عندهم حاجات كتير بيعملوها، فبيشتغلوا وبيشتروا ماتيريال كتير جدا، فالسنه بتبقى مكلفه عليهم، والماتيريال كمان بزياده الاسعار الحلوه الجميله اللي احنا فيها دي، فالموضوع بيبقى اصعب شويتين 3 4.
فتربيه فنيه مكلفه، وعلى فكره هي كل الكليات دلوقتي بقت كده يعني، للاسف. مش عارفه اقول اكتر من كده. اتمنى اكون حببتكم في الكليه وفهمتكم ان هي مش مدرسين رسم بس، ومدرسين رسم على راسنا والله العظيم. بس انا بتكلم ما تحشروش يعني تربيه فنيه في الحته دي بس. يقدروا يشتغلوا مدرسين وحلوين جدا، عندهم اصلا مواد نظري وعملي، هي الكليه مش عملي بس، هي نظري وعملي. فالنظري بيبقى عن الاساليب التربويه، ان انت ازاي تدرس ناس وكده، زي كده في تربيه نوعيه. اصلا في سنه ثالثه بينزلوا يدخلوا مره في الاسبوع في مدرسه، يعلموا الطلبه ويحتكوا بالطلبه ويعرفوا يتعاملوا معاهم، عشان يبقى عندهم فن ال التصرف مع الطلاب، ويبقى عندهم خبره. فزي بيبقى زي تدريب يعني. فعشان كده بقول لكم ان الكليه مش بعبع. لو حد عنده فرصه ان هو يدخلها وبيحب الحاجات العمليه، جو اون، الكليه دي مناسبه ليك جدا. بتمنى الناس اللي في تربيه فنيه ولو بتتفرج عليا يبقى انا عبرت عنهم، ولو حد ما يعرفش تربيه فنيه يبقى حببته فيها. ولو حابين نتكلم بالتفصيل الممل عن الكليه بقى، وعن الاقسام اللي فيها، وعن الشغل بتاعها، المواد اللي فيها وكده، اكتبوا لي في الكومنتات وانا اعمل لكم ان شاء الله فيديو عنه بقى بالتفصيل الممل يعني. بس انا حبيت اديكم بس تمهيد كده عن الكليه عامله ازاي. لو ما تعرفنيش خالص دوس سبسكرايب ولايك على الفيديو ده لو عجبكم، واشوفكم فيديوهات كتير 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 قوي الفتره الجايه.